طبعا دلوقتي هنبدأ نقطع البيتزا وندوق معاكم. طبعا هنا هنبدأ ندوق معاكم. بسم الله. والله خطيرة يا جماعة، لازم تجربوها لازم. النهارده بقى جايين لكم بوصفة بيتزا، حاجة رقم واحد، حاجة بيتزا والله ما هتجربوا زيها تاني. بس هي بس تمشوا ورا التكات البسيطة ديت بحيث توصلوا للبيتزاية الصح المظبوط. هنحتاج كوباية من البيت، أي كوباية عندنا نعاير بها، هنحتاج منها كوباية مية دافية، كوباية مية دافية. بعد ما ضفنا كوباية المية الدافية هننزل كده بالسكر، معلقتين كبار من السكر. ويفضل لو في عسل ابيض نحط معلقه كبيره عسل ابيض مكان السكر. وهنضيف على السكر او العسل هنضيف معلقه كبيره من الخميره الفوريه. وهنضيف عليهم رشه صغيره قد دي كده من الملح. وبكده يعتبر الماده السائله بتاعت العجينه بتاعتي جاهزه. هنبدا ندوب ده كله مع بعض كويس كده. وهنا بعد ما ده كله معايا كويس هبدا اجيب نفس معيار الكوبايه اللي انا عايز تبقى الميه، عايز منها 3 دقيق بالظبط، لا نعوز اكتر ولا اقل، هم 3 على قد الواحده ميه يطلعوا معانا العجينه مظبوطه 100%. دي كده اول واحده، كده 2، وده كده 3، دي اخر واحده. طبعا احنا دلوقتي هنعجن وهنبقى عارفين تماما ان احنا مش هنحتاج تاني لا دقيق ولا ميه. نعجنها عجنه كويسه ونسيبها نركنها لما تخمر معايا. استمر في العجن تقريبا حوالي 5 دقايق، عجن مستمر. احط في البوله شويه من الزيت واغطي على العجينه بتاعتي واسيبها تخمر، وبعد كده اشتغل في البيتزا بتاعتي. وده كده طبعا شكل العجينه بعد ما العجينه خمرت. اضرب بوكس، هنرش رشه دقيق كده. ثبتت العجينه بتاعتنا بكل سهوله، شايفين عامله ازاي؟ مش محتاج فراد ولا اي حاجه. هنا هنجيب الطاسه بتاعتنا اللي هنعمل فيها البيتزا، نبدا نديها دهنه زيت صغيره كده من الجنب ومن تحت كده زي ما انتم شايفين. الموضوع سهل وبسيط خالص اهو. كل ده هقدر اعمل لكم بيتزايه في ثواني، ثواني الا ثواني. هناخد العجينه بتاعتنا. طبعا دلوقتي كده هبدا اخرمها بالشوكه عشان ما تنفخش مني العجينه في النار زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده في السريع كده. هبدا دلوقتي اعمل الصوص بتاع البيتزا. الصوص بتاع البيتزا مكون من عصير طماطمايه واحده، ده عصير طماطمايه. هنا عصير طماطمايه وعليهم معلقه من الصلصه، نضيف عليهم نص معلقه صغيره من الزعتر. ده صوص البيتزا بتاعنا. هبدا افضيه كده صوص البيتزا. طبعا البيتزا بتاعتنا هتبقى بالتونه، فاحنا هنا عشان نصفي التونه بتاعتنا من الزيت اللي فيها هنجيب مصفى ومعانا مثلا بوله زي دي كده. دي اهم طريقه لو هنعمل بيتزا تونه. التونه بتاعتنا طبعا بيبقى فيها زيت بالطريقه دي كده. هبدا اصفيها في قلب المصفى كده. طبعا المصفى بتاعتي كده، وابدا اضغط على التونه كده بحيث تصفي الميه، كل الميه اللي فيها زي ما. وبعد كده طبعا هبدا انزل بالتونه على البيتزا بتاعتي، ابدا افردها كده كويس. معايا شويه من الشيدر وشويه من الرومي، هبدا انزل بهم كده ارشهم. اول حاجه الشيدر اوزعه كده كويس، بعد كده اوزع الرومي. طبعا بعد ما وزعت الشيدر والرومي كويس هبدا اوزع الموزاريلا بتاعتي بالطريقه ديت. هنا انا هنزل برشه من الفلفل كده اوزعها كده بالطريقه دي. وبعد كده هنزل شويه من الطماطم الشرايح. وطبعا هنا البيتزا بتاعتي كانت جاهزه بالشكل ده. هبدا طبعا ادخلها الفرن. هي تاخد معايا في الفرن حوالي 10 دقايق. طبعا الفرن مسخنينه مسبقا على درجه حراره 180. هتقعد في الفرن تقريبا حوالي 10 دقايق وهتكون جاهزه معانا. بسم الله، خلصت البيتزايه وجاهزه معانا.
دي البيتزا بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، لوحة فنية. متعوا نظركم، هي دي البيتزات.